السلام عليكم ورحمة الله. طب هنقول ايه؟ يعني انا نفسي افهم حاجة. كان لازمته ايه من الاول؟ يعني البروباجندا والهليلة واللي انتوا عملتوه يا مجلس ادارة نادي الزمالك كان لازمته ايه؟ محدش يقول لي جاب نتيجة. محدش يقول لي جاب نتيجة. انت هنا مش هتاخد حقك. لو ليك حق مش هتاخده. لا، هيجي عليك. هيجي عليك وهيدوس عليك اكتر واكتر. طبعا زي ما احنا كلنا شفنا بعد مباراة المصري والظلم اللي احنا تعرضنا له. يعني الاربع مطالب اللي احنا طالبنا بيهم، واهم مطلب من المطالب التحقيق مع الحكام. لا، ده ايه بقى؟ ده بيطلعوا لنا لسانهم وبيجوزونا اكتر، وعينوا الحكام دي في مباراة دورة الترقي. يعني احنا مش فارقين معاهم، هما مش شايفيننا. وطلعنا بيان وقلنا مش لاعبين ماتش الاهلي، وما لعبناش ماتش الاهلي، رغم ان مجلس الاداره كان على وشك ان المباراه تتلعب، لولا اتنين من يعني من في مجلس الاداره اعترضوا وهددوا ان الزمالك لعب مباراه الاهلي هيقدموا استقالته. ماشي، مباراه الاهلي ما اتلعبتش عشان الكابتن حسين لبيب ما يطلعش حنفي. كابتن حسين لبيب ما يطلعش حنفي واتقال عليه حنفي، مع ان عادي، يعني عادي. الكابتن الخطيب اتقال عليه حنفي قبل كده. مستشار مرتضى منصور اتقال عليه حنفي قبل كده. عادي، بتحصل. سيادة المستشار خد قرارات ورجع فيها، وخد قرارات ونفذها. زي ان هو ما راحش لعب المباراة بعد ماتش السوبر وبعد الناشئين، والاتوبيس دخل البنزينة والحوارات اللي احنا عارفينها دي، وما تلعبش الماتش. والمرة التانية بتاعت السوبر، بتاعت ماتش السوبر وقضية كهرباء. في كلتا الأحوال الزمالك هو اللي بيتضرر في الآخر وما بياخدش حقه، سواء مع المستشار سواء مع الكابتن حسين لبيب. حتى الآن الزمالك ما خدش حقه مع المستشار. ما رحناش الماتش، خصم مننا 3 نقط وثلاث نقط آخر الموسم. ماتش السوبر ما لعبنا، اتحرمنا ان احنا نشارك في السوبر اللي بعده، اللي هي كانت اللي هي من 4 فرق. يعني احنا ما استفدناش حاجة غير ان احنا اتضرينا كجمهور وبيتحفل علينا. احنا كجمهور بيتحفل علينا، بس بيتحفل علينا من غير ما نعمل اي حاجة. ليه؟ بسبب قرارات، اقول ايه طيب، مش مدروسة. قرارات مش مدروسة، والله سهلة وبسيطة، وانتوا مش هتعملوها. عايز حقك وبتدور على حقك، حقك مش هتاخده هنا في مصر. عايز حقك وبتدور على حقك وشايف ان ليك حق، شكوى للفيفا. زي ما قلت، زي ما بيراميدز عمل في قضية الشيب، اشتكي للفيفا. يا يقولوا لك ده من حقك او ده مش من حقك. انما العك اللي بيحصل ده، وفي الاخر ما لعبناش مباراة الاهلي عشان الكابتن حسين لبيب ما يطلعش حنفي ومجلس الادارة ماشي. في الاخر تقول انا هلعب مباراة سيراميكا؟ يعني انا ضد كل ده من الاول. انا ضد كل ده من الاول، وضد البيان، وضد اللي عمله مجلس الاداره، وضد ان عدم ان احنا ما نلعبش مباراه الاهلي. وقلت في الفيديو اللي فات والفيديو ده والفيديو اللي قبليه، القرارات متسرعه ومش مدروسه. طيب انت، احنا استفدنا ايه كنادي الزمالك؟ هتقول لي المطالب اتحققت في ايه؟ اتحققت في ايه؟ اتحاد الكوره ورابطة الأندية لو هم شايفينك، لو هم شايفين نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، سهلة. بعد ماتش المصري على طول
مطالب نادي الزمالك المشروعة كانت اتنفذت واتحققت. انما انت جاي دلوقتي تحقق، يعني تحقق لي ايه؟ جدول الدوري ماشي، اعلن بشكل كامل بنفس الترتيب، ماشي بنفس ما احنا مش ما احنا لو قعدنا نقول عايزينه بترتيب الدور الاولاني، نلعب المؤجلات الاول بعد كده الدور الثاني، يبقى ان شاء الله هنخلص على شهر 10 11. هنخلص من 9 ل 10 على حسب بقى احنا ونصيبنا. ودلوقتي في ضغط مباريات للاهلي وللزمالك، وبيقول لك كل 3 ايام ويلعب 15 ماتش و13 ماتش و14 ماتش في 45 يوم، واللعيبه هتموت، وعندنا منتخب اولمبي، وعندنا ما اعرفش ايه بعد كده منتخب اول. يعني اللعيبه مش هتاخد فتره راحه. ماشي، جدول الدوري نزل ومش هينفع غير بالشكل ده. ماشي، الحكام هيتحقق معاها لسه، يعني لسه الحكام هيتم التحقيق معاها، وفي الاخر ولا حاجه، ولا حاجه هتحصل. هتحقق معاهم، يتعمل لهم ايه؟ هيتوقفوا شويه، هيتمنعوا من لعب مباريات للزمالك، ولا حاجه. طز طز. ماشي، الحاج عامر حسين وبيريرا كده. بيريرا يعني رئيس لجنه الحكام البرتغالي بيريرا عقده انتهى وهيمشي. الحاج عامر حسين خلاص هيمشي هو كمان. طب ايه الجديد احنا اللي استفدناه ايه؟ هيطلع يقول لك احنا غيرنا وشجعنا الانديه وضحينا من اجل الانديه. احنا استفدنا ايه عشان يتخصم مني 6 نقط غير البلاوي اللي عندنا؟ اصلا يتخصم مننا 6 نقط ليه؟ ايه وجه الاستفاده اللي احنا استفدناها؟ وهنلعب بكره ماتش السيراميكا، انا استفدت ايه بقى؟ ما هو انت لو ما لعبتش ماتش سيراميكا من سهل جدا يطبقوا عليك اللائحه، الهبوط للدرجه الادنى، وهيطبقوها عليك. لا يفرق معاهم لا جماهير الزمالك ولا نادي الزمالك ولا اي حد، لان هم مش شايفين غير نادي واحد بس. مش هيفرق معاهم اي حاجه. لو وصلت يطبقوا اللائحه وينزلوك درجه تانية او تالتة او رابعه او 10 هيعملوها، وهيطبقوا عليك اللائحه، لان اللوائح ما بتطبقش غير على الزمالك وبقيه الانديه. انما النانوس، ابن النانوس، ما بيطبقش عليه حاجه. انسحب قبل كده، انسحب في 88. ايه اللي حصل؟ اتحاد الكره اللي اتحل مجلس ادارته، رئيس الوزراء اللي اتشال. انسحب كذا مره قبل كده، هو اللي يعني النادي الاهلي هو اللي بينتصر في الاخر. اي حاجه النادي الاهلي بيعترض عليها بتتحقق له. حتى في 2019 لما وفي الاخر طلعنا قلنا محمود الخطيب حنفي عشان رجع في كلامه، ما مطالبه اتحققت برضه. ما اتحققش في نفس الوقت بس اتحققت. ايه الجديد؟ وخد الدوري برضه في 2019، واحنا اللي ضيعنا الدوري من ايدينا في 2019. انت مش هتاخد حقك هنا في البلد. انت ليك حق شكوى للفيفا تدور على حقك. انما يطلع واحد من مجلس ادارة نادي الزمالك يقول لك احنا مش هنشتكي في الفيفا، احنا مش هندور على حقنا بره، عشان خاطر العلاقة ما بين الناديين اللي مجلة النادي الاهلي منزلة بتستهزأ بيك. الهروب الكبير، النادي الاهلي يفوز على الزمالك 2-0 في مباراة قهرية، ظروف قهرية. يعني شفتوا وصلتونا لايه؟ يعني انا لو كنت لعبت المباراة واتغلبت كان اهون لي. انا لو كنت لعبت مباراة الاهلي واتغلبتها كان احسن لي، كان احسن لي. ما الاهلي انسحب كتير قبل كده، بس ما فيش حاجة اتطبقت عليه، ما فيش لوائح اتطبقت عليه، ما اتخصمش منه نقط. انما عند الزمالك وافرم من كله. انا بطالب مجلس الادارة بجد
بجد عشان الموضوع ده حرق دمي من ساعة البيان الزفت اللي نزلوه ده، والموضوع ده حارق دمي. لو ما جبتوش حق النادي في الموضوع ده، على الأقل اشتكي، ابعت شكوى للفيفا. لغاية دلوقتي ما فيش الكلام ده. لغاية دلوقتي الزمالك مش هيتحرك ولا يعمل أي حاجة ولا يقدم شكوى ولا أي حاجة. لو ما بعتوش شكوى للفيفا على أحداث المباراة اللي هي ما اتلعبتش دي واللي حصل ده كله، وما جبتوش حق النادي في المشكلة دي، يبقى انتوا ما تلزموناش من الآخر. ولا هو الموضوع ايه بالظبط بقى؟ سيب وانا سيب عشان تلعب في الكونفدرالية؟ ما هو ممكن بكل سهولة يمنعك ان انت تشارك من الكونفدرالية، مع انه مش من حقه. هيتلكك لك بقى، عليك قضية وفلوس خالد بوطيب و30/6 لو ما سددتش، هيتلكك لك بأي نصيبة وهيمنعك ان انت تشارك. عادي يجي عليك عادي بكل سهولة وما يقفش معاك عادي. اتحاد الكورة اتحاد وسخ، اتحاد الكورة وسخ، واحنا عارفين. خدامين للنادي الاهلي بس، زي ما الدنيا كلها والمسؤولين بيخدموا النادي الاهلي بس. وللاسف اتحاد الكورة ده فيه حازم امام، معشوق جماهير نادي الزمالك للاسف. بس هما غالبا هو والكابتن محمد بركات مالهمش صوت، منظر بس، محطوطين منظر. يا مجلس إدارة نادي الزمالك، انت دلوقتي هتلعب ماتش سيراميكا خلاص، وده كان لازم ماشي العب، ما انت لازم تكمل الدوري، مش هتفضل تنسحب كل مباراة، وإلا هيطبق عليك اللوائح بقى وينزلوك درجة تانية تالتة رابعة، مش هتفرق مع. المهم ان انت يعني هتبقى فضيحة، هتبقى فضيحة. زي ما انتوا طلعتوا دكورة كده وقلت هتغيروا خريطة الدوري المصري ويبقى في نظام جديد، ماشي، كل ده بنتمناه، بس ده مش هيحصل. ده مش هيحصل ليه؟ لو في حد، لو الدنيا كلها سواسية، والزمالك زي الاهلي زي الاسماعيلي زي المصري زي الاتحاد زي بقية الاندية، اقول لك ماشي، الدنيا هتبقى مظبوطة. انما طول ما النادي الاهلي بيؤمر واوامره بتتنفذ، يبقى مفيش حاجة هتحصل، وهنفضل في الموال ده طول العمر، عشان مفيش حد ذكر يقول للكابتن، يقول للخطيب والنادي الاهلي مش من حقك، مش هأجل لك مباراة، مش هعمل يعني هطبق على اللاعب بتاعك اللوائح. مفيش حد يجرؤ، وهنفضل في الموال الاسود ده في الرياضة المصرية. تاني، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لو ما عملتش وجبت وحافظت على حقوق نادي الزمالك في المصيبة اللي انت دبستنا فيها، طبعا في زملكاويه كتير هيزعلوا مني، بس انا معاكم ان الزمالك يدور على حقه، وده حقه. بس الزمالك خد حقه من الاخر، الزمالك خد حقه، الزمالك اتضر. افرض انا يا سيدي ربنا كرمني وكسبت المطوشه الجايه دي كلها، يعني وفنشت تاني مثلا، والاهلي اتكعبل في ماتشين ولا حاجه، وبيراميدز نفس النظام وحصرتهم. افرض يعني، مع ان المنافسه ضعيفه جدا بعيده جدا، افرض مثلا يعني، والمباراه بتاعت الاهلي دي هي اللي عطلتني. يعني افرض ان انا كسبت، قعدت اكسب وبيراميدز اتغلب له ماتشين، ولا الاهلي اتغلب ماتشين وتعادل ماتشين، والنقاط بقت قريبه قوي، وجات مثلا عند مباراه الاهلي، ها، اللي ضاع منهم 6 نقط، والمباراه دي هي اللي ضيعت عليها الدوري. انتوا شعوركم هيبقى ايه؟ جمهور الزمالك هيبقى عامل ازاي؟
مش هيشتم وهينعل في مجلس الإدارة واللي عمله مجلس الإدارة. طيب لو ما عملتوش وجبتوا حق النادي عن طريق الفيفا، يبقى انتوا فعلا، والله ما عارف اقول عليكم حق، يعني مش عايز اقول عليكم حاجة، يعني حاجة غلط يعني. زي ما انت ذكر وعملت كده يبقى تجيب حق النادي. هتخاف وهتقول لا زي اللي قبلك. ما هو اللي قبلك سيادة المستشار مع احترامي ليه قعد يقول انا الفيفا ومفيش غير الفيفا والاتحاد الدولي وقضية نادي القرن، وهنرفع قضية وهنرفع بطانية وهنخرب الدنيا. في الاخر مفيش حاجة حصلت. سيادة المستشار جه، سيادة المستشار اتعزل، سيادة المستشار راح وما خدناش حقنا، وخليتونا نطلع نتكلم والموضوع كان مات وملف نادي القرن وده حقنا، والدنيا كلها اتفقت ان ده حق الزمالك وان نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي، ومفيش حاجه حصلت. ايه اللي حصل بقى؟ الله اعلم. سياده المستشار بقى مرضيش بقى يقدم شكوى، اتهدد مش عارف ايه، الله اعلم. بس المهم ان هو ما عملش بكلامه، ما قدمش شكوى ولا اي حاجه. نفس النظام كابتن حسين لبيب ده هيضيع، لو ضيع حق النادي في الموضوع ده يبقى ما يلزموناش. يبقى رؤساء نادي الزمالك كده عرايس بيتحركوا، اعملوا ايه وما تعملوش ايه، فتحة صدر على الفاضي. بس ده اللي هنفهمه بعد كده. انتوا بتفتحوا صدركم وخلاص. مباراة سيراميكا هتتلعب بكرة. اتمنى بقى اشوف اللعيبة رجالة، اتمنى اشوف اللعيبة رجالة بكرة وما تتأثرش بالاحداث الكارثية اللي حصلت الفترة اللي فاتت. اشوفكم على خير في القادم. سلام عليكم.